اوقات بعد ما بنعيش مع شريك حياتنا بنكتشف ان هو الشخص الغلط، ما بالك بقى لو طلع مش انسان، لا حرفيا مش انسان. لطيفه نظمي بنت من دمياط اتولدت في اسره فقيره جدا، كان باباها بيشتغل صياد وكان يدوب الفلوس بتكفي الاكل والشرب. بسبب الظروف دي لطيفه ما قدرتش تكمل تعليمها، ولكن هي اصرت تثقيف نفسها بقرايه الكتب والمجلات وايقنت اللغه الانجليزيه، وكان حلمها ان هي تكون ممثله. وعشان تحقق حلمها ده راحت تعيش في القاهره مع خالها، كان عنده 10 اطفال، ولطيفه حست ان هي هتكون عبء عليهم، فقررت ان هي تساعد في العيشه دي بان هي تربي الاطفال وان هي تساعد في شغل البيت علشان ما تحسش ان هي عبء على حد. ومش بس كده، كمان نزلت تدور على شغل عشان تساعد نفسها وكمان تساعد خالها اللي شالها. فعلا لقت في احد الصحف اعلان عن شغل ان الفنان عزيز عيد طالب بنات في المسرحيه الجديده اللي بيعملها. قدمت على المسرحيه دي وكانت من المقبولين والحظ ابتسم لها، واجرها ده كانت بتقسمه على 3، جزء لنفسها وجزء لاهلها واخر جزء لخالها. ولكن فعلا بعد فتره قدرت ان هي تستقر مع نفسها وتأجر شقه لحالها. يعني نقدر نقول كده ان الحياه ابتدت تحلو يا لطيفه. نسيت اقول لكم ان الشقه اللي لطيفه كانت اخداها كان عندها جار بيشتغل دكتور، كان بيشوفها الصبح وما كانش بيبقى موجود طول الليل. حبوا بعض وقعوا في غرام بعض بسرعه جدا هما الاثنين، وبداوا ان هما يتمموا اجراءات الجواز، وبالفعل اتجوزوا. ولكن لطيفه بعد الجواز اكتشفت ان جوزها ليه تصرفات مريبه، بيدخل المكتب ويقفل على نفسه، ودايما في درج مقفول ممنوع اي حد يجي جنبه. كل الحاجات دي خلتها انها تبدا تدور وراه، وبالفعل قدرت تفتح الدرج اللي مفيش اي حد كان بيقدر يفتحه. لقيت حاجات غريبه جدا، طلاسم وصور البنات وحاجات كلها غامضه ومش مفهومه. ولما راحت تدور على البنات دي لقيت ان نصهم اتقتلوا ونصهم اختفوا في ظروف غامضه. طب ايه الحكايه؟ لطيفه خدت صاحبتها وراحوا لحد من المشايخ، والشيخ لما شاف الصور والطلاسم قال لها انت ازاي عايشه معاه؟ ده جن. ده جن؟ انا عايشه مع جن؟ وخدت الكلام ده وراحت على البيت ولقت جوزها في البيت، وعرف ان هي فتحت الدرج وعرفت حقيقته. حاول ان هو يقتلها اول ما شافها، ولكن هي نجحت في الاخر ان هي تهرب منه بمساعدة الفنان يوسف وهبي اللي بلغ الشرطة في ساعتها، وبالفعل تم القبض عليه. طب ازاي جن واتقبض عليه؟ اكتشفوا ان هو مش جن ولا حاجة، هو مريض نفسي هربان من مستشفى الامراض العقلية. ودي كانت الصدمة التانية لطيفة. طب مصدومة من ايه يا لطيفة؟ الحمد لله انك عايشة مع واحد مجنون احسن ما تعيشي مع جن. واكتشفت لطيفة ان هي حامل، بس بصراحة الصدمات كده كترت عليها قوي واتجننت ودخلت مستشفى الامراض النفسية هي كمان وعاشت هناك. اما مصير ابنها لحد دلوقتي محدش عارف عنه اي حاجة، اختفى في ظروف غامضة هو كمان. وعلشان كده بقى يا بنات نتأنى في اختيار شريك حياتنا ونركز كويس قوي في ان احنا نعيش مع البني ادم الصح مش جن.